العيد يوم الجمعة أو السبت، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم كلكم يا رب. وأنا عايز العيدية بتاعتي. أنا عايز العيدية بتاعتي. أنا في الفيديوهات العادية ما بوصلش لنص العدد اللي أنا عايزه، يعني أنا بطلب 50 تعملوا 25. يوم ما قلت هعتذر رحتوا عليتوا عليا. طب يعني أعتذر؟ طيب يعني انتوا ما بتحسوش بقيمة الحاجة يعني غير لما تروح منكم؟ اظبطوني اللايكات يا شباب لو عايزين نستمر معاكم يعني. اما بقى اكمل كوره وخلاص. اظبطوا لايكات، السبسكرايب، والشير لاصحابكم، لان اللايكات فعلا بتفرق كتير. لما بتعمل لايكات كتير الفيديو بيوصل للناس اكتر. يلا بينا نبدأ. المتخاذلين اللي ما يعرفوش ان انا عملت فيديو فري هيت امبارح يشوفوه. انا نزلته على طول امبارح، كان بعد الماتشات بتاعت الشامبيونز ليج على طول. ويعني الناس بقى تكاسلت تعمل لايكات وتكاسلت تعملوا كومنتات، وهلاقيهم برضو جايين لي يقولوا لي ما تعمل فري هيت يا اسطى. طب ما انا عامل فري هيت وانت اللي ما بتشوفش، انت اللي ما بتشوفش. نبدأ بقى بنصايح الحلقة. وفي كلام هيختلف عن الفري هيت للناس اللي شافت الفري هيت. انا قلت الفري هيت بتبقى عبارة عن لعيبة انت هتجيبهم لجولة واحدة. فانا ممكن اتنازل عن مبادئي في بعض اللعيبة ان انا اجيبهم لجولة واحدة. لكن ك كنصايح لتبديلات عادية مش هتعمل فري هيت، ونصايح لتبديلات عادية، فانا كلامي هيتغير بشكل كبير. فدي حلقة مختلفة عن حلقة الفري هيت، مش زي بعض. لما بتعمل تبديلات للجولة دي لازم تبص لقدام. لازم تبص لجولة الدبل. تحاول انك تكتر عدد اللعيبة الدبل. تحاول ان انت على الاقل يكون اللعيبة اللي هي دي اللي انت هتجيبها لعيبة مفيدة للفترة اللي جاية، مش لمجرد الجولة دي. يعني ما تبصش تحت رجليك، بص لقدام. مبدئيا عندنا ويست هام، فولهام، ليفربول، التلاتة دول التلات فرق الوحيدين اللي هيلعبوا في البلانك ده وهيلعبوا في الدبل بتاع الدبل الجاي. ليفربول طبعا اهمهم، بعديهم ويست هام، بعديهم فولهام. ويست هام رغم ان هم وحشين، بس هو ويست هام برضو عندهم هدف بيلعبوا عليه. ليفربول عندهم امل ضئيل جدا في دوري ابطال اوروبا، هم هيحاولوا عليه، هم كده كده انا واثق ان هم مش هيوصلوا له. بس الفتره الجايه يعني قدروا ان هم يشتغلوا جامد على الهدف ده. فولهام ما بقاش عندهم اي هدف، يعني لا هبوط ولا صعود لاي بطولة اوروبية، هم قاعدين كده. بس ماتشاتهم جاية سهلة. فاحنا هنحاول ان احنا نوزن ما بينهم. نبدأ كده بليفربول. صلاح. هجوميا صلاح. بس يعني بصوا، انا ضد فكرة ان انت تبيع هاري كين عشان تجيب صلاح. الا في جولة الدبل. لو في جولة الدبل عملت الحركة دي انا هقول لك تمام وباشا وعمي وعم عيالي. لكن انك تعمل دلوقتي تبديلة بالسالب على لاعب هيلعب الجولة دي وهاري كين كمان، يعني طب يعني لا. انت لما هتعمل ساعتها السالب ده انت هتبقى عايز مش ان صلاح بس يجيب اجوان، لا انت عايز كمان ان هاري كين ما يجيبش اي نقط عشان تبقى السالب يكون مفيد جدا. بس انا بصراحة مش معاه. انا بصراحة مش معاه، خاصة مع نيوكاسل دفاعها بقى تعبان اخر كام ماتش. يعني ليه يعني تستبعد ان هاري كين ما يعملش حاجة؟ فانا اميل لصلاح لو انت تقدر تجيبه من مره واحده او حتى من تبديلتين يكونوا فري معاك، لكن غير كده انا ضد الحركه دي. تاني حاجه، تجيب من الدفاع. الدفاع انا بصراحه انا اميل لاتنين اكتر من اي حد تاني. اليسون لو انت تقدر تعمل تبديله في حراسه المرمى، ده حارس اكتر حارس بيعمل تصديات في الدوري تقريبا مع رايا. والماتشات الجايه حلوه قوي. انا زي ما قلت لك انا براهن على ضعف هجوم الفرق التانية مش على قوة دفاع ليفربول. ليفربول ما زال دفاعها قمة الضحك. بس الماتش الجاي نوتنجهام فورست على ارض ليفربول. صباح الفل، هم نفسهم مش هيعملوا هجمات اساسا. تاني اختيار معايا في الدفاع كوناتيه. كوناتيه عشان هو باربعة وتمانية. انا عايز مدافع رخيص من الفرقة دي. انا مش عايز، انا شخصيا كعبد الرحمن مش عايز ان انا اصرف ب7 مليون على لاعب عشان يعمل لي اسيستات بس. اصل هو من الاول والاخر ارنولد مش مطالب ان هو كل ماتش يعمل اسيستات. يعني هو لو مثلا ما عملش اسيستات النهارده المدرب هيشتمه مثلا هيضربه؟ لا، هو باك اساسا، ده المفروض دي شغلانته الحقيقيه. فانت يعني انت جايبه عشان بس الاسيستات؟ لا، هو لازم انت مستني منه كلين. انا عارف زي ما قلت لك الماتشات الجايه حلوه، بس برضو دفاع ليفربول ما تضمنوش. عشان كده انا بختار كوناتيه كلاعب رخيص. لو هو الكلين ضاع يعني ايه مش هنزعل.
لو جه يا سيدي يا سلام على الجمال وعلى الدلال. فدي نقطتي. فانا بالنسبه لي لو هنرتب اليسون، بعد كده كوناتي، وبعد كده روبرتسون لو انت عايز بقى واحد من الغاليين. بما ان برضو روبرتسون يفرق برضو شويه، نص مليون او اكتر عن ارنولد، فبرضو هو افضل منه. وانا شخصيا بفكر اجيب روبرتسون او كوناتي، واحد من الاثنين. هجوميا تاني مع صلاح ما فضلش اي حد. دلوقتي هيحصل مداوره للركب. هو صلاح الوحيد اللي ضامن ان هو ما بيتبدلش. فيرمينو، نونيز، جوتا، في كله وجاكبو كلهم بينافسوا على المكانين اللي جنب صلاح. جاكبو ممكن يبقى فيه سنة صغيرة يعني اميل ليه بعد صلاح لو بتفكر في هبداية كده في الهجوم، لكن غير كده انا مش مع حد تاني. ندخل على ويست هام. ويست هام هد دفاعه والسلام عليكم. ويست هام فرقة عقيمة قوي، فرقة ما بتهاجمش، فرقة ما فيش. بص، مدافع وهو زوما اكتر مدافع فيهم مضمون، باقي المدافعين بيتدور فيهم. لو انت عايز تهبد هبداية هات بوين، مع اني ما افضلهاش. فولهام هات لينو، ده حلو قوي في حراسة المرمى، هيعملك تصديات حتى لو كلين راح. الماتشات الجاية حلوة، الدبل رخم بس الماتشات الجاية في العموم حلوة. فدفاعيا ممكن يعملوا حاجة. ممكن تجيب اندرياس بريرا ب4-3 وحلو، من اكتر اللعيبه تقريبا، تاني اكتر واحد عامل اسيستات في الدوري يعني، ان لم تخني الذاكره بعد دي بروين تقريبا هو تاني واحد. فبرضه اندرياس بريرا لاعب كويس جدا. آه نصيحه بقى اللي هي بقى بره الثلاث فرق دول، اوعى تستغنى عن ثلاث مهاجمين من الارسنال. انا شايف 2 أو 3 من ارسنال الفتره الجايه هتبقى حلوه جدا. هيخسروا، هيتنيلوا، هيبقوا وحشين، هيجيبوا جوان. بص ماتش ويست هام كانوا وحشين جدا 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 جدا، جابوا جونين. كانوا قدام ليفربول بيلعبوا شوط واحد حلو وجابوا جونين. الفرقه دي لا، ما فيش حد يقدر يطلع منها كلين شيت، حتى السيتي. حتى لو السيتي كسبوهم بسكور، ارسنال هتجيب فيهم. فانا بالنسبه لي زي ما انتوا عارفين الترتيب بالنسبه لي هو مارتينيلي، ساكا، خيسوس، بعد كده اوديجارد. وممكن تجيب اوديجارد برضو يعني. انا مشكلتي خيسوس حاليا كفورمه افضل بكتير من ساكا، بس هو هيتبدل كتير. لكن ساكا المفروض ضامن مكانه شويه، فانا هي دي مشكلتي مع خيسوس. لو حد بيبص بقى على لعيبه بره الدبل بس لعيبه حلوه حاليا ماسكه فورمه وفتره الجايه ماتشاتها حلوه، ايزي واوليسي. وانا قلت لك كريستال بالاس حاليا ماتشاتها الجايه حلوه من ساعه ما الراجل الجديد مسك، وهم كاسبين 3 ماتشات، طالعين كلين شيت مره، بيجيبوا جوان في كل ماتش وبيوصلوا الجون كتير. ايزي واوليسي الاتنين. انا بميل لايزي عشان هو هجوميا افضل، بس اوليسي بيلعب وقت اطول منه. ممكن تجيب دفاع من كريستال بالاس زي جويهي او اندرسون، اي واحد من الاتنين. ممكن لو انت معاك هجوم من ليستر زي ماديسون او بارنز لسه هنشوف حلقة المؤتمرات. لو انتوا ظبطوني اللايكات هعمل حلقة مؤتمرات ان شاء الله. ماديسون لو معاك خليه معاك الجولة دي وبعد كده مشيه. دفاع ويست هام واتكلمنا عليه، زي ما قلت لكم لازم تركزوا على ان انتوا تجيبوا لعيبه هتلعب في الدبل الجاي، فانت هتكون استفدت من بلانك والدبل في نفس الوقت، لا تضرب عصفورين بحجر واحد. نبدا توقعات الجوله. ارسنال وساوثهامبتون. ارسنال المفروض يخلوا عند اهلهم دم، ما هو لو ما كسبوش سكور بكلين شيت الماتش ده هيتنقلوا يكسبوا امتى؟ يعني ما انت قول لي معلش، يعني ما انت قول لي هيكسبوا امتى وهيجيبوا سكور امتى؟ ده اسهل ماتش في كل الماتشات الجايه. الماتشات الجايه كلها هتبقى معجنه اساسا. ده اسهل ماتش. طبيعي ان مارتينيلي يجيب، طبيعي ان ساكا يجيب، الطبيعي ان خيسوس يجيب، طبيعي ان يطلعوا كلين. ده الطبيعي. ما نعرفش بقى اللي هيحصل ايه، وطبيعي ان انت هتكابتن حد منهم. فولهام وليدز. واظن انت شفتوا دفاع ليدز مشغلين واي فاي 1 2 3، ده الباسورد الواي فاي بتاعهم 1 2 3 4 5. وده منظر اللي هو خط الدفاع بتاعهم كده، ده الترباس اللي بيحطوه على الباب بتاعهم. ده خط دفاع ليدز، اضعف دفاع في الدوري كله باكتساح. فرقه ملط. الفرقه دي لا، بريرا يقدر ياكل عيش براحته في الماتش ده. وفولهام ممكن تطلع كلين، يعني ماتش على ارض فولهام ده كده. ليدز لما بتبقى على ارضها هي كده بتبقى حلوه، لما دخل فيهم 6 من ليفربول. برينتفورد واستون فيلا. والماتش ده انا محتار ما بين حاجتين. انا شايف ان استون فيلا هتجيب ان شاء الله.
في الناحية التانية هل برينتفورد هتجيب ولا لا؟ دي بقى صعبة، دي هنشوف بقى على حسب اللي هيحصل. برينتفورد كل جوانا حاليا بقت من فاولات ومن ركنيات وكده. واتكنز فورمة وان شاء الله انا ما زلت واثق فيه. دفاع استون فيلا ممكن يطلع كلين في الماتش ده يعني، لو ما جاتش فاولات كتير في الماتش ده. كريستال بالاس وايفرتون، وانا قلت لك دفاع كريستال بالاس وايزي او اوليسي هيبقى اختيارات حلوه جدا في الماتش ده، وان شاء الله يقدروا يطلعوا كلين وممكن يكسبوا مثلا 1-0 او 2-0. ليستر وولفرهامبتون، الماتش ده يعني بجد اخر ماتش ليستر لو ما كسبتش الماتش ده خلاص هم هيهبطوا. فيعني ماديسون لو معاك اديله اخر فرصه وبعد كده بيعه. غير كده الفرقتين هيجيبوا في بعض يعني، مثلا 1-1، 2-2، 2-1 ليستر كده يعني. ليفربول ونوتنجهام فورست، حاسس بنتيجة زي 5-6 كده 7 من نتائج ليفربول. صلاح طبعا طبعا. زي ما قلت لك دفاع ليفربول. بورنموث وويست هام، الماتش ده حاسه ينتهي 0-0، حاسه ينتهي 0-0 يعني، حاسه قوي 0-0. نيوكاسل وتوتنهام، والاثنين مترنحين، الاثنين عمالين يخسروا، عارف بيعلوا على بعض، ده بيخسر انا كمان هخسر، انت هتخسر انا هخسر. الماتش ده غلس جدا. هنفضل نقول تريبيه كام مرة نلعب بيه وهو كل مرة يخذلنا، بس للأسف لاعب هو كده كده يبقى عندها لعيبة كتيرة بلانك، فكده كده لازم هنلعب بيه. كين هيلعب الماتش ده، وانا ان شاء الله حاسس ان كين ان هو يعمل حاجة. اختيارات الكابتنة: رقم 1 صلاح لو معاك، صلاح رقم 1. رقم 2 مارتينيلي. رقم 3 ساكا. رقم 4 واتكنز. بس كده يا شباب، اظبطوني اللايكات، السبسكرايب، الشير لاصحابكم، ولو ظبطوني لايكات كتير هعمل حلقة مؤتمرات ان شاء الله يوم الجمعة. اظبطوني كده يا شباب لو عايزين نستمر معاكم، عشان في تخاذل جامد في اخر كام فيديو. اشوفكم على خير.